فجأة تشيهم يتكلموا سوري ويتكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوتي الغاليين. عندنا اليوم لاند كروزر 2021 ما شاء الله تبارك الله، فئة الفي اكسس كل كامل رقم واحد. بشرح لكم كامل المواصفات على السريع مع السعر، بس قبل ما أبدأ إن شاء الله الفيديو ينال على إعجابكم. الواجهة الأمامية للسيارة، السيارة عليها 5 كاميرات، كاميرا فوق السقف، كاميرا خلفية، كاميرا أمامية. هذا الكاميرا كاميرا على المراية اليمنى، كاميرا على المراية اليسرى. الشبك لون أسود لامع مع كروم عاكس، لد نهاري. مصابيح السيارة 2 عدسات، كشافات LED، جهاز غسيل مصابيح أمامية خلفية، حساسات أمامية خلفية، كشاف الضباب عليه وشرة من اللون الكروم العاكس. الشكل الجانبي للسيارة، هذا الجنط بلون كروم مع أسود لامع، فيبر أسفل الأبواب بلون كروم عاكس، إشارات على المراية LED، الخطوط الجانبية ما شاء الله، مسكتة اليد كروم. الشكل الخلفي، الشنطة تفتح كهربائيا ما شاء الله تبارك الله. الإضاءات على الشنطة، إضاءة عندنا، تغليق الشنطة أيضا كهربائيا. مراكب الصف الثالث، تحكم مراتب الصف الثالث تحكم كهربائي ما شاء الله تبارك الله. الصف الثاني كرسي السائق الراكب تحكم كهربائي. أغراض السيارة مع وجود تعليمات استخدام المراتب الخلفية. التحكم بالإضاءة الخلفية، الإضاءة الوسطية، إضاءة أمامية، فتحات للتكييف في السقف ما شاء الله. السيارة الأصل فيها 6 سماعات. منفذ للشحن 100 واط ما شاء الله. تحكم الكراسي الخلفية. نغلق الشنطة. كتابة لاند كروزر. الكاميرا الخلفية، اسم الفئة، 8 سلندر. نروح للسيارة. هذه طاقة مصروف السيارة لاند كروزر 2021، تمشيك باللك 8.2. زينة بلون أسود على الفريمات ما شاء الله. هذا الباب، عندنا الإضاءة على الباب، السماعات على الباب، حامل أكواب، مساحة تخزين، النوافذ على الباب أوتو. باقي أغراض السيارة بالكامل. شاشات خلفية ما شاء الله تبارك الله، الشاشات الخلفية بشكل مميز. التحكم بالتكييف الخلفي مع وجود شاشة تظهر لك كم حرارة التكييف. منفذ للسماعات، منفذ USB، منفذ طاقة 12 فولت، وأيضا منفذ طاقة 12 فولت. التحكم بالسماعات بالصوت من عندك زي ما تشوفون. فتحات للتكييف. عندنا على الدواسة إضاءة بلون أبيض LED، دواسة بلون أسود وطرفها أبيض لؤلؤي ما شاء الله. عندنا الإضاءة على الباب مع كتابة لاند كروزر. النوافذ على الباب وبالمركزي أوتو. ذاكرة تخزين، زر لجهاز الغسيل،
هذا الزر يا الغاليين إذا حكم الله سافرت تضغطه ينفخ لك الأكياس الهوائية، يمسكك أن تؤمن في السيارة بالكامل. زر الحساسات، زر الكشافات الضباب بالكامل، الزر التحكم بالمراية كهربائيا، دلكسون كهربائي التحكم فيه، زرارات للكشافات العادية، اللد النهاري، كرسي السائق الراكب كهربائي، وجميع المراتب ما شاء الله. تحكم بالنظام الصوتي، اتصال بنفس السيارة، تحكم بالشاشة اللي تكون وسط الطبلون واضحة ما شاء الله، مثبت سرعة، التشغيل بصمة، وأيضا بمفتاح من خارج تشغل السيارة، شاشة عليها 5 كاميرات، فتحات التكييف على إطارها هو الشاشة لون فضي. شاشة واضحة اللي في وسط الطبلون. الشاشات تحكم الشاشة ال5 الكاميرات ما شاء الله، تعطيك رؤية محيطية من كل الأماكن. التحكم بالتكييف أوتو مع وجود شاشات تظهر لك كم حرارة التكييف. تحكم التكييف جهة السائق والراكب، زرارات تحكم الشاشة، الجير اوتوماتيك من 6 سرعات، تبريد وتسخين لكرسي السائق، وأيضا تبريد وتسخين لكرسي الراكب، منفذ USB وأيضا للسماعات، نظام الإيكو، نظام المعيار، نظام الإسبرت الرياضي، نظام التزحلق، نظام الدبل الخفيف، مزود بنزين وعزم للسيارة بطلوع الجبال، نظام زحف، نظام الالتفاف 360 درجة، نظام حيدروليك مساعد للطلوع، نظام الحيدروليك يرفع السيارة بالكامل، ذا زي ما تشوفون تحكمه، نظام الدبل الثقيل، الدفع الرباعي في الجبال، ثلاجة ما شاء الله، ذا الثلاجة رقم 1، تبريد بالكامل، فاتح السقف كهربائيا وتغليقه أيضا كهربائيا، ارتفاعه مع توطيه، وأيضا ما شاء الله. وهذا الدرج عندنا الشاموسيات عليها مرايات مع إضاءة أيضا. شفتوا المواصفات يا أغلى متابعين. نروح الآن إلى السعر. السعر يا الغاليين 92,000 دولار. أتمنى المقطع أن ينال على إعجابكم، ولا تنسوا راجعوا الفيديو واشتركوا في القناة وافعلوا جرس التنبيهات. وفي أمان الله أخوتي الغاليين.